بنذهب إلى الرسائل، بناخذ روايع البارجيل. روايع البارجيل يعطينا كلمة محلية ويقول شيء ما هي، ونحن بعد اليوم زايدين عليها شوي، سألت منه ومناك وبنشوف شو الكلمة. الكلمة هي كلمة يتختل، مثل ما كاتب لنا روايع البارجيل حسين البلوشي. يتختل أي يمشي بحذر لكي لا يحس به أحد، حسين البلوشي. وهي تضرب دائما في أمثال، مثلا على مثلا لص بيت خال بيت، فتلقاه يمشي بحذر على رؤوس أصابعه، فهذه العملية نحن نقول يتختل. واحد سألته قال لي بالبلوشي اسمها جمدار، جمدار اسمها جمدار. سألنا في الشام حد قال يتلصص أو يتخمخم، ايه يتخمخم أو يتلصلص أو يتلصص. زين، فهذه الكلمة اللي هي يتختل أي يمشي بحذر لكي لا يحس به أحد. وكانت تضرب على المفتشين، يعني مال الامتحانات، مراقب الامتحان، يقول له ما شفته كان جاي يتختل من برا اللجنة وشافني وأنا أغش مثلا. فهي عملية المشي ببطء على رؤوس الأصابع لعدم يعني إحداث أي ضوضاء أو صوت لعملية المراقبة أو ما شابه ذلك.